المفروض تختار مين اللي يمسك العرض. مين اختارت مين؟ لا انا بقول لك يعني بشوقك. اختارت مين؟ نفسها. وده كان قرار جريء جدا ودخلت بسببه التاريخ. اوكي. وفي خلاص. ستات كتير ده حقيقي، حكموا ده حقيقي. وخدوا قرارات لا مصيرية. بس كان قرار مصيري لان شجرة الموضوع الدر كان اخدت طبعاً قرار مصيري. وماتت بالشباب. كليوباترا. ايوه خليني اكمل كلامي. في حكام معاصرين عندهم مشاكل من نفس النوع. خلاص داخلين على التشاد والدنيا تمام والكلام ده كله، فبدات تشاد ترد وهي طمعت تخش بقى اكتر على العاصمه والكلام ده كله. اوكي. سحبت من على السواحل البرازيليه فرقه عسكريه كامله عشان تخش بيها التشاد. ايه اللي حصل؟ البرتغال التشاد دخلوا لهم من ورا من عند البرازيل نتيجه يعني قرار ولا قرار منها. هي اللي عملت كده، قرار جريء. اوكي. لفوا التشاد احتلت البرتغال 6 سنين. حتى هتلاقي البرتغال بيتكلموا تشادي 6 سنين. اوكي. فانت مش قرار من 6 غلط في وقت غلط. شفتي حصل فيه ايه؟ ممكن راجل كمان ياخد نفس القرار زي هتلر. الراجل ما بياخدش قرار غلط. الراجل ما بياخدش قرار غلط، عشان كده بيمسك المناصب العليا. عمرك ما هتلاقي رئيس جمهورية نسبة الغلط عند الراجل. الحروب اللي في العالم بكتير. كلها سببها قرارات رجالة. بسبب ستات. الفشل في العلاقات الزوجية معظمه بسبب الرجال. ان الست جريئة ممكن تعمل مصيبة من وجهة نظركم. اوكي. على فكرة الجرأة صفة ممكن راجل يعني يتسم بيها وست تتسم بيها، فمفيش حاجة اسمها الراجل قوي. رجل قوي يعني قوي. قوي يعني ايه؟ قوي في كل حاجة. خدي في ايه؟ خدي قوي في ايه الراجل؟ وراء سوري. وراء طب سوري يا باسم. رجل عظيم امرأة تقول له أنت لست عظيما. إيه رأيك في دي؟ وراء كل رجل عظيم امرأة تقول له أنت لست علشان هو عظيم. ده بيخليه يعني يتحدى لا عشان رأيها مش مهم، يعني هو كده رأيها مش مهمة. طبعا رأيها مش مهم. انتوا بقى عندكم مشكلة مع الستات، انتوا غلابة قوي. طيب يعني انا هقول الحدوته على فكرة الراجل اللي بيخاف من الست الجريئة هو راجل ضعيف، شخصيته ضعيفة. وهو هو ما بيخافش. لا 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 لا, لا. انت كل ما تخاف، لحظة بقى، انت كل صفة بتخاف فيها من الشخص اللي قدامك انت ناقصاك الصفة دي، عشان كده انت بتخاف منه. مظبوط. اذا هي الحدوتة كلها ايه؟ لما يبقى عندنا موقف يستلزم الجرأة نكون جريئين، موقف يستلزم الحياء نكون عندنا حياء، موقف يستلزم القوة نكون اقوياء، وفي الاخر دي مجموعة صفات ومهارات. ومين اللي بيحددها؟ مين اللي بيقررها يعني الصفات دي؟ يعني الشخص نفسه. لا طبعا. الشخص وخبراته وتجاربه في الحياة. يعني لو ست مع راجل المفروض ايه، تقرر هي لوحدها وهو يقرر يعني؟ لا لو هما الاثنين في موقف مثلا وهي مع الراجل بتاعها، مين اللي يقرر؟ هو الراجل. يقرر. اوكي ما عنديش مشكله. طبعا طبعا يعني يقرر عادي. القرار. ايوه ايه المشكله؟ ما هو دي حاجات عاديه يعني. اوكي. لو انت دلوقتي جوزك يعني حتى على فكرة ممكن هو يعني يفرض، يعني يكون هو مثلا مخبول كده في دماغه، يعني عارف مجنون. ما هو ده اللي انا بقوله دلوقتي. انت يفرض مثلا جرأة معينة على الست نفسها، مثلا هو عايزها تبقى جريئة مثلا. ممكن. يعني دلوقتي انت يعني ايه عاوزها يا جماعه؟ ما هو يعني ما انت ممكن تعوز حاجه من الست اللي قدامك وهي ما عندهاش قدرتها، ما عندهاش، ما تعرفش تعمل ده. عندها يعني عايشة كده في دايرة بسيطة. لا هو عايز يطورها، مش عاوزها تبقى يعني عايز يطورها، عايز تبقى جريئة، عايز يعمل فيها اللي هو عايزه. يعني عايزين يرقصوا مع بعض مثلا في حفلة يعني هيرقصوا من غير ما تتكسف. اوكي ماشي. اوكي يعني يرقصوا مع بعض قدام الناس، تبقى جريئة لو حد ضايقها. يعني براحته. إيه؟ على فكرة يعني انت ما تخوفناش، انت بتخوفنا من اول قعدة، ليه؟ وانا كان أنا عندي مش انطباعات بخوفك. عنك تانية خالص. انا مش بخوفك. انا دلوقتي بقول لك دلوقتي على حاجه. انت رافض الست الجريئة، انت عايز. مش انا اللي رافض على فكره، اي راجل في العالم رافض الست الجريئه. من حقه، كل واحد بيختار المواصفات اللي هو عايزها، بس انا بقول انه مفيش حاجة على العموم كده، مش حاجة اسمها الرجالة عايزة والستات عايزة. هي الستات مش عايزه، الرجاله عايزه طبعا. مش محتاجة تبقى جريئة. لا مش محتاجة تبقى جريئة، محتاجة انها تبقى انثى. اسمعني يا فهمي، طبيعي الست لازم تبقى انثى، ولكن الجرأة بتاخد من الانوثة بتاعتها. لا مش حقيقي. الجرأة دي حسب جريئة في ايه.
يعني انا مثلا ممكن اواجه موقف معين في البيت اتصرفت فيه بجرأة، ده مش منافي للأنوثة. ايه الحاجه اللي ممكن في البيت تواجهك تبقى فيها جريئه؟ يعني ايه هي الحاجه مثلا؟ اي يعني حاجه مثلا حرامي مثلاً حرامي دخل البيت. لا انا مش حرامي دخل البيت، انا مش كان عايز يسرق ومش يعني انا هقفل عليه باب الاوضه بالمفتاح واكلمه وهو يجي. لو دخل عليك يبقى جريء. حرامي في البيت هتعملي ايه؟ هقفل عليه باب الاوضه بالمفتاح واكلم. هتقفلي على نفسك؟ جوزي واقول له تعالى يا حبيبي الراجل اهو، خش شوف الراجل اهو. طبعا ما قلناش حاجه. على فكره انا معاك، انا احب جدا ان الراجل يكون اقوى ويكون اجرأ ويكون راعي ويكون جداً. مسؤول. انا شخصيا لو الراجل تنقصه حاجه من الحاجات دي انا بالنسبه لي بتعب او بتضايق. انت هتعيط. لا عشان لو بتفكر بالمنطق ده ست حقيقيه أيوة جدا. طبعا بجد انت هتعيط على فكره. ست حقيقيه جدا. ايوه يا جماعه، يعني الموضوع اثر فيك. بس على فكره دي طلبات دي أول معظم الستات. اول ست اقابلها في حياتي بتقول الكلام اللي انت بتقوليه ده. لا انا قديمه جدا وامينه. طب اسالك سؤال واحد، الست تقدر تعيش من غير راجل؟ لا. بس الراجل يقدر يعيش من غير ست؟ لا. احنا كنا ماشيين حلو بقى. لا يقدر يعيش من غير ست ازاي؟ لا ما يقدرش. يقدر يعيش من غير ست طبعا. يقدر يعيش مع ست تمام يعني، بس لازم تبقى بشروطه تقر يعني. بضعفها، تقر بضعفها، مش تبقى طول الوقت مثلا راسها في راسه. لا طبعا النديه مش مظبوطه جدا يعني اكيد النديه لازم يبقى مش في حد يعني لا لازم في حد بيليد العلاقه. برافو عليكي. او في حد بيدير طبعا. مين؟ الراجل. شوف بقى طبعا الصح ان يكون الراجل، بس احيانا يحصل ان يكون الراجل هو الطرف الاضعف في الشخصيه وده حلو او في بس لا بمزاجه. طبعا. لا طبعا بمزاجه. لا انا بتكلم على الظروف اللي لازم يبقى اضعف طبعا. تحكم. احيانا الظروف تحكم ان الراجل يكون اقل ماديا، اقل شخصيا، اقل في حاجات، فهي ما بيملاش عينيها في اللحظه. لا وفي ست ممكن تكون محبه للسيطره، محبه ان هي تبقى هي اللي بتدير وتحب راجل ضعيف. في العالم ما بتحبش راجل يكسر رقبتها، صح ولا لا؟ دي الست الفطريه السليمه الاغلبيه، لكن في كمان حاجات تانية. بس الست بتحب اللحظه دي الراجل يجي يقفش عليها، صح ولا لا؟ انا احب الراجل يكون قوي وشخصيته قويه. يعني يقفش بمعنى ايه؟ يعني ازاي يقفش؟ يعني يقفش عليكي، يزعق لك يعني في حاجه غلط. يعني الست بيني وبينك بتحب يقول لي ان في حاجه غلط. عارفه نوعيه مثلا ايه يعني، يقول لي ان في حاجه غلط. يعني عملتي حاجه غلط ما يجيش يقول لك حبيبتي بصي. لا حبيبتي لا، هي اكيد هو لو زعلان من حاجه مش هيجي يقول لي حبيبتي. يعني يجي يقفش مثلا لو انتوا قاعدين في قاعده مثلا وبتاع وقلتي حاجه ضايقته مثلا يقول لك اخرسي خالص مش هسمع صوتك. ممكن اخرس على فكره واسكت خالص. بوس راسي بقى. دي حقيقه على فكره. لو بتحبه. ايوه لو بحبه. برافو. بتحبيه. برافو. في برضو نسبة في الاحترام في العلاقة، سواء انت بتحب او ما بتحبوش. يعني في ثوابت دايما في اي علاقة، لازم يبقى في احترام. مش يعني لو بحبه هعمل له حاجات اكسترا، اذا ما بحبوش هديله على الاقل يعني حدود متوسطة انا عاجبني فاهم الراجل. الشوكولاته دي ما بديش منها لحد بتاعتي انا بس. ماشي اوكي ماشي. انا بقيت صاحبتكم خلاص. انتوا حبيتوني صح؟ بس انا مبسوط ان انت ممكن تعيشي معانا. لا بس على فكره وانا بطبخ ممكن يا ربي العيال. بس خلاص قالت لك وانا بطبخ وانا بنتي معايا عايشه معانا خلاص. استنى وهاخد نفس الفلوس اللي انت كنت هتدفعها. والله العظيم قلت لي بقى انا هدفع خلاص من اللحظه دي. انت معانا خلاص. عايزين بس حدوته يعني. انا مبسوط انا مبسوط اتبسطت بالقعده جدا. طلعت من القعده بكذا حاجه. ان الست دي بتفكر بتفكير عقلاني جدا فعلا، مثقفه جدا فعلا جدا. احنا من كتر ما هي عقلانيه احنا ما عرفناش نزنقها في حاجه. بالظبط يعني ده حقيقي. اللي متفقه معايا مليون في المية. لا هو في الاخر اللي قالته في الاخر ده خلاص فظيع فظيع. هي دي الانثى الحقيقيه بجد. انت تعيشي معانا، يلا اعمل لنا حاجه ناكلها. يعني هيبقى الرجل طيب سعيد. انا هسالكم جداً. كل واحد فيكم بيحب ياكل ايه، عشان انا بعرف اطبخ كويس قوي. بتحب تاكل ايه؟ سي فود. اوكي. كريم؟ انا بحب الحمام. باسل؟ انا بحب بقى اللي اسمها ايه اللي المره اللي فاتت مش فاكرها. لا اللي هو اللي اكلناها في تايلاند اسمها ايه؟ باتايا. لا من ودن الفيل. ايوه بتتعمل من ودن الفيل. باتايا اللي فوق.
زي العرايس كده بتلف بطايق اللي فوق. لا بطايق اللي عامل فوق زي بقى، السوشي كده. ودان الفيل من ودن الفيل. ايوه بطايق اللي فوق. طب بس دي احنا مش هنلاقي ودن فيل هنا. لا بس انا قرفت، ودن بطايق. بس هي أيوة. طعمها فظيع. ايوه زي الضفادع، زي العصافير، زي بس هم بيعملوها زي السمبوسه راس كده. القرد، في حاجات كتير لا 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 اصناف لا بياكلوها لا, لا. انا على في فكره العالم. لما اكلتها ما كنتش عارف يعني، بس فاهم هو اللي قال لي. بس بس طعمها بس حلو احنا قوي. مش هنلاقي هنا ودن طب انت ايه اكتر اكله بتعرفي تعمليها حلو يعني؟ بعمل حمام، بعمل ملوخيه، بعمل باميه، بعمل عكاوي، كوارع، فته، كله موزه، لوحدك كله. مش ديليفري؟ خلاص لا تمام. لا لا خلاص محشي. تمام. اكيد مش ديليفري زي ما ناس كتير بتعمل. لا 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 انا معانا؟ بعرف اطبخ، انا بحب ونحطه الطبخ. بقى بالحاجات بتاعنا بتاعت البيت عشان يبقى ايه باين ان انا اللي انا عامله بحب يعني. الطبخ، انا بحب الطبخ وبشوفه طقس انثوي وعاطفي برافو عليك. عاطفي. وعاطفي. برافو عليك. عاطفي. يعني هي الست لما أنا بتحب هبدأ راجل أدافع عن بتقوم المرأة على تطبخ له. فكرة. انا هبدا ادافع عن مع المرأة. بعدين يعني لا يعني انا بس عايزه اشرح لكم حاجه، انه دايما الرجاله بتعتبر انه الطبخ في البيت هو مسؤوليه الست، انا مالي ارجع الاقي الاكل جاهز. هي بتعمل ده بحب على فكره. طبعا. حب. عارف يعني ايه ان انا اقف اطبخ لك، اعمل كل التفاصيل دي، اقطع يا ريت واعمل الستات واعمل واعمل واعمل. يا ريت الستات يكونوا زيك. لا طب انت بتقولي الكلام ده عشان عايز تتجوزي ولا لا بجد؟ اوعي. لا 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 كنت بتخدعينا. لا 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 اوعي، اصل بصي خلي بالك. لا مش يا رب ما تكون خديعه بس. بدون قطع كلام. لا انا كده بجد. انت فخر للستات. ربنا يخليك. مش هقول لك بجد اكتر من فعلا الكلمة دي. بجد ربنا يخليك.